أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. حقيقة هذه الحلقة حتكون هي تقريبا من 4 أو 5 أجزاء، والحلقة جاءت بطلب من كثير من الأخوة والأخوات المشاهدين، يعني كانوا في لقاءات وأسئلة كثيرة، أو بشكل مباشر وبطريقة غير مباشرة، كان في اتصالات بيني وبين الأخوة المتابعين. فكانت من ضمن الأسئلة ومن ضمن المناقشات اللي جرت بيني وبين المشاهدين إنه نحن يا دكتورة بنعيش في بلاد غير بلادنا، ونعاني من كثير من الضغوط الحياتية، ونعاني من كثير من المشاكل، لكن يصعب علينا في كثير من الأحيان كيف نتغلب على هذه الضغوط، كيف نتعامل مع هذه المشاكل الحياتية، ومما يخلينا نحن مثلا نشعر بالإحباط وبالقلق وبكثير من المشاعر الغير محببة. نتيجة لهذه التساؤلات وهذه الأسئلة المتكررة، حقيقة الواحد بدأ يفكر ما هو الموضوع اللي ممكن يعالج هذه القضية، لأنه قدرة الأفراد حقيقة تختلف في تحملها للمشاق ومصاعب الحياة اللي تواجهنا من شخص لآخر. فتجد أنه بعد الأفراد الواحد يستطيع أن يتعامل مع ضغوط الحياة ويتعامل ويتكيف معها، لكن بالمقابل تجد أنه بعد الأفراد لمجرد تعرضهم لأي مشكلة تجد الإنسان ينهار، يصاب بحالة من القلق، من التوتر، ومما يعوق حياته اليومية. فهذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله. حنتحدث في موضوع الصلابة النفسية، كيف نحقق الصلابة النفسية وكيف نستطيع أن نواجه مشاكلنا الحياتية. طيب ما هي الصلابة النفسية؟ ما هو تعريفنا للصلابة النفسية؟ هو تقريبا موضوع الصلابة النفسية يعتبر من المواضيع ومن المفاهيم الآن الجديدة في مجال علم النفس، وتقريبا كان بدايته بدأ مع كثير الحوادث أو جائحة كورونا، في فترة اللي هي البانديميك والكورونا. الناس كانت تعاني كثير من المشاكل، وكثير من الدراسات أثبتت إنه الشباب من عمر 19 تقريبا لعمر 25 كان نسبة تعرضهم للقلق زاد بنسبة 6 أضعاف. فبدأ من هنا الاهتمام. طيب نحن لما تواجهنا مشاكل، لما تواجهنا ضغوط الحياة، كيف نتعامل معها وكيف نحقق هذه الصلابة النفسية؟ وزي ما ذكرت حتى الآن الكل هو يطرق هذا المجال، والناس تسعى كيف تحقق هذه الصحة النفسية. طيب نعود مرة ثانية نعرف ما هو الصلابة النفسية. هي السمة الشخصية الإيجابية تساعد على تحمل الأحداث الحياتية الضاغطة ومواجهتها وتخطي آثارها النفسية. الشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية واحدة من سماته، واحدة من خصائصه أنه هو شخص إيجابي، شخص يتحمل الضغوط الحياتية، لأنه كل مننا ما يمر بالضغوط الحياتية، كلنا نمر. الحياة ما تمر بوتيرة واحدة، الإنسان في حياته فيها تقلبات، فيها العسر فيها اليسر. فالشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية هو الشخص الإيجابي اللي يستطيع أن يواجه هذه المشكلات الحياتية. مثال على ذلك أحيانا الأسرة أو الوالدين قد يصابوا أو يبتلوا بطفل معاق، أو إذا كانت هذه الإعاقة إعاقة ذهنية، إعاقة جسدية، إعاقة نفسية. فإذا كان هذه الأسرة هم الوالدين يتمتع بالصلابة النفسية،
يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذا الابتلاء أو مع هذه الضغوط ويتكيفوا معها، وتكون عندهم هذه النظرة الإيجابية والتعامل مع هذه القضية بنوع من التفاؤل والسعي حقيقة، لأنه يقدروا هم كيف يتعاملوا معها. طيب الصلابة النفسية كذلك هي تعمل على تحفيز نحو الإقدام والتغيير الإيجابي والتحدي الأزمات دون الشعور بحدتها أو آثارها. يعني الشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية هو الشخص اللي دائما يكون عنده نظرة إيجابية، يكون عنده رغبة، تكون عنده هذه المهارة والتحدي، ويسعى لتجاوز أزماته، لتجاوز هذه المشكلة، وبالتالي يستطيع أن يتكيف معها، يستطيع أن يتعامل معها. لأنه أهم عنصر في الصحة النفسية هو كيف إحنا نحقق التوافق، كيف نقدر نحقق السلام النفسي، ونستطيع أن نتعامل مع ضغوطنا، مع مشاكلنا الحياتية بنوع من الإيجابية وبنوع من العقلانية، ونقدر نتكيف معها. لأنه في أشياء نحن يعني لا حول لنا فيها ولا قوة، في أمور تحدث للإنسان، ما في مننا من يختار أن يبتلى بمرض أو بنقص في إذا كان يعني ابتلاء في الجانب المادي، في الجانب الاجتماعي وغيره. لكن عندما تأتي الظروف، تأتي هذه الأقدار، الشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية يستطيع أن يتكيف معها، يتعامل معها، تكون عنده هذه النظرة الإيجابية، تكون عنده هذه الآلية والمهارات الحياتية، يستطيع أن يواجهها ويستطيع أن يحلها. هذا هو تقريبا هو مفهوم ما يعرف بالصلابة النفسية. طيب ما هي حاجتنا لهذا الموضوع؟ وهذا طبعا أنا بدأت في بداية الحلقة إنه حاجتنا جاءت نتيجة لأن إحنا نمر بالضغوط الحياتية، وكان حتى من يعني كثير من اللقاءات والمقابلات اللي تم مع الأخوة والأخوات يعني بمختلف يعني الفئات العمرية. فكان يعني حتى الشباب يعني في حديث نحن نتناقش في موضوع الضغوط الحياتية، فكان واحد من الشباب يقول إحنا نعاني من حالة من الإحباط، نعاني من حالة من اليأس. فكان إحنا حاجتنا، لأنه يعني تعد الصلابة النفسية هي يعني إنه مؤشر للتمتع الإنسان بالصحة النفسية عالية. يعني هي تعتبر واحدة من معايير زي مقياس نحن نستطيع أن نقيس من خلاله هذا الشخص يتمتع بصحة نفسية ويتمتع بحالة من الاستقرار النفسي. وكذلك هي يعني تعتبر واحدة من الاستراتيجيات لمواجهة الضغوط الحياة التي تمر بنا. يعني فالكل يمر بظروف، الكل يمر بضغوط. يمكن أن إحنا الآن في عالمنا في الوقت الحالي يعني كثير من الأمم والشعوب الآن تعاني، إذا كانت تعاني من كوارث طبيعية مثلا الزلازل والفيضانات وغيره، وفي بعض الدول تعاني من الكوارث اللي هي نتيجة بفعل البشر، هي من حروب واللجوء والنزوح. يعني هذه كلها تعتبر كوارث ما هي بالشيء السهل. لكن هل نحن نستطيع أن نواجه؟ وهل نحن بحاجة إلى هذه الصلابة؟ هذا ما سوف نكمل في الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونكمل ما تبقى من حديثنا، وإلى أن نلقاكم. السلام عليكم. سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. أهلا وسهلا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. تحدثنا قبل الفاصل حاجتنا لهذا الموضوع، ونحن بحاجة ماسة نتيجة للضغوط الحياتية اللي تمر بنا. الآن نأتي للجزئية الثانية اللي هي ما هي فوائد الصلابة النفسية. الصلابة النفسية لها فوائد كثيرة زي ما ذكرت أنا في البداية. هي تعتبر مؤشر يقيس حالة الصحة النفسية اللي هو يعيش الفرد. طيب أولا هي من فوائد الصلابة النفسية هي تعمل كدرع واقي.
يعني زي ما هو يعني معروف للكل، يعني إذا كان هو الجندي أو المقاتل يلبس الدرع حتى يقي نفسه، كذلك نحن الصلابة النفسية تعتبر هي واحدة من الدروع النفس اللي نحن نتعامل بها في حياتنا حتى نقي أنفسنا من الضغوط ومن آثارها المؤلمة. وكذلك هي تعمل دائما، هي الشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية تجد عنده نظرة إلى الأمام، يكون دائما يسعى يحقق النجاح، يكون شخص طموح، شخص يتمتع بالإيجابية والتفاؤل، تقودنا إلى ممارسات صحية وتقلل من الإصابة بالأمراض. يعني مثال، يعني إذا كان الأسرة يعني أصيبت بحالة من العجز، يعني إذا كان رب الأسرة أو الأم أو الأب أصيب بمرض عضال أو مرض مزمن، يعني إذا كان أفراد الأسرة حقيقة هم يتمتعون بهذه الصفة اللي هي الصلابة النفسية، حيقدروا يتعاملوا، حيسعوا للعلاج، حيسعوا لحل إنه كيف يعالج هذا المرض، لكن في نفس الوقت ما حيصابوا بحالة من الانهيار، حالة من القلق، حالة من الإحباط، حالة من الاكتئاب، لأنه هم تكيفوا مع هذه الحالة، تكيفوا مع هذا الابتلاء أو المرض، واستطاعوا أن يواجهوه ويسعوا لحله ويتعاملوا معه. كذلك هي واحدة من تؤثر في أسلوب مواجهتنا من خلال تأثير الدعم الاجتماعي. الشخص اللي تمتع بالصلابة النفسية تكون عنده مهارة ليس فقط في حل مشكلته، بل هو أحيانا هو يكون كذلك داعم للآخرين، يكون هو ملهم للآخرين، لأنه الشخص القوي يستطيع أن يقي نفسه ويساعد الآخرين، لكن إذا كان الشخص في نفسه هو ضعيف، في نفسه هو ما يتحمل يعني أبسط المشاكل، فبالتالي ما حيقدر يقدم ولا شيء. وهذا ما نسعى إليه حقيقة في برنامجنا. البرنامج يعني يمكن واحدة من أهم أهداف البرنامج كيف نحقق نحن كمربيين كمرشدين يكون عندنا دور في مجتمعنا، نبني أسرنا بطريقة سليمة، ويكون أبنائنا يعني يتربوا تربية نفسية واجتماعية صحية، بحيث أنه هم يكونوا يعني يفيدوا غيرهم في المستقبل. يمكن أذكر في هذه من ضمن الفوائد، يمكن إحنا نلاحظ الآن في كل موسم، في مواسم إذا كان في المواسم فصول السنة، في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء، الإنسان من الشيء الطبيعي في الصيف يهيئ نفسه لملابس الصيف، وهذا الشيء يعني إحنا بنعمله بدون ما يعني يمكن يعني الواحد حتى ما يتطرق إليه في شكل محاضرة أو حلقة، لكن هذا جرت العادة إنه الإنسان يعني فطن ويتعامل حتى مع فصول السنة. في فصل الصيف يهيئ نفسه لفصل الصيف، في فصل الشتاء كذلك. أيوة. طيب الشيء البديهي جدا يعني الوالدين دائما هم يهتموا برعاية أبنائهم، ونحن نركز في هذا الجانب. إذا كنا نحن نسعى لرعاية أبنائنا حتى نقيهم من حر الشمس، من برودة، من غيرها من العوامل الطبيعية، فمن باب أولى كذلك أن نحن نكون كوالدين نربي أبنائنا كيف نقيهم، وكيف نبدأ نحن من سن مبكر نملكهم هذه المهارات الحياتية. وهذه من فوائدها، الفوائد الصحة الصلابة النفسية، أنت تربي ابنك لمواجهة الحياة، وهذه المهارة تعتبر هي من أهم أساسيات المهارات الحياتية اللي الطفل اللي ينشأ عليها من سن مبكر. مثلا إذا كان الطفل هو نشأ في أسرة، الأسرة ربته على أنه إذا فشل في الامتحان كيف يتجاوز هذا الفشل، كيف يتعامل مع الضغوط الحياتية اليومية، إذا تعرض للتنمر في المدرسة، تعرض لأي نوع من الضغوط، إذا كان ضغوط دراسية، ضغوط اجتماعية، ضغوط الأصدقاء، أنا أربي ابني كيف يتعامل، كيف يكون عنده هذا الدرع الواقي، كيف يتمتع هذا الابن بالصلابة النفسية حتى يتجاوز هذه المشكلات. فتجد أنه يمكن من تجاربنا في المدارس تجد أنه الطفل اللي نشأ في أسرة تتمتع بهذه الصفة
تجد يعني واثق من نفسه، يكون عنده الإمكانية يواجه ضغوطه، يتعامل معها، بل إنه يسعى لحل مشاكل الآخرين. وهذا ما نسعى إليه حقيقة نحن من خلال هذا البرنامج. نحن أولا يعني نقي أنفسنا نحن كوالدين كمربين كمرشدين، ونبدأ إنه تكون من ضمن أولوياتنا من ضمن أساسياتنا في الحياة نحن كيف نستطيع أن نربي أبنائنا لمواجهة هذه الصعاب. وده اللي نحن يمكن أنا أختم في هذا الجانب. الآن نحن نعيش في عصر يعني كثرت فيه الوسائل، يعني من الصعب أن يتحكم في هذه الوسائل. إذا كان الطفل يتمتع بسلامة نفسية يستطيع أن يتعامل ويتكيف مع هذه الأدوات وهذه الوسائل ويقي نفسه، بل ويكون هو ملهم ويكون هو يعني داعم للآخرين. إن شاء الله نواصل حديثنا أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حلقة برنامجنا. من هنا نبدأ في الجزء الثاني بموضوع السلامة النفسية. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.